السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى لكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. كما قلت لكم فتحت هذه القناه ان شاء الله باش تستافدوا مني وتستافدوا من الفيديوهات ديالي الناجحه. كيف ما قلت لكم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو ساهل وزوين وبسيط وديال التساقط الشعر اللي بزاف الاخوات كيعانيو من تساقط الشعر. غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي ساهل وبسيط وفي متناول الجميع. غادي هاد الزيت راه مصفيه. هنا شنو درت اخوتي؟ راه بصراحه حتى بديت الفيديو تقطع ليا، حتى درت المكونات وصورت الفيديو ولكن ما كملش ليا تقطع ليا، ولكن غادي نقول لكم اشنو فيه يعني يعني بالشرح المبسط. اشنو كاين اخوتي؟ هنا كاين واحد القرنفل، كمشه ديال القرنفل، كاينه اوراق ديال الزيتون، هما هادو اوراق الزيتون شفتوهم. كنحتاجوا اوراق ديال الزيتون كميه لا باس بها. كنحتاجوا واحد الكميشه ديال القرنفل. كيف ما كتعرفوا القرنفل صحي للشعر وصحي حتى التونيه اللي كتكون في الشعر او الفراغات، يعني كيملأ لنا دوك الفراغات بالشعر. عندنا هنايا اوراق الزيتون اللي هم مدور بزاف. كاين اللي تيقول لك ايوا صافي اش غيديروا لي اوراق الزيتون؟ بالعكس اخوتي، اوراق الزيتون اللي هم مدور بزاف في تساقط الشعر. وعلى ملي كنصاوبوا حنا زيت العوده من اشجار الزيتون. كيف ما حنا كما قلت لكم درنا اوراق ديال الزيتون، درنا واحد الكميشه ديال القرنفل ضروري، ودرنا واحد الكميشه ديال الزعتر. هو هذا كما قلت لكم خسر ليا الفيديو حتى صورته اخوتي، سمحوا لي، ولكن ما دارش ليا الفيديو تقطع ليا. ما منين جيت باش يعني نصاوبو ونحطو في القناه ما لقيت انه ما تصورش، وشي غلط في التليفون او غلط في التصوير، ما فهمتش انا شنو وقع ليا. كيف ما قلت لكم اخوتي غادي نحتاجو، قلت لكم هنا القرنفل، كمشه ديال القرنفل، كمشه ديال الزعتر، وغادي نحتاجو اوراق ديال الزيتون وزيت الزيتون، يعني باش نخلطو الخليط ديالنا. كنخلطوهم على هذا الشكل. نجي واحد المعلقه ونحركو ونشوف، وكنخليوهم ليله كامله. ها نتوما شفتوا كيبقاو ليله كامله. هذه الوصفه ديالنا ديال تساقط الشعر اخوتي مجربه مليون في المئه. بغيتو تزيدوا واحد رواسه الثومه ماشي مشكل، غير الثومه كتخنص الشعر. حتى انا علاش ما درتش اخوتي الثومه؟ حيت انا نبقى نديرها يعني كدهن يومي، يعني نبقى ندهنها بحال اللي كندهن مثلا الاخر، بحال اللي كندهن مثلا الزيوت، او مثلا كندهن هذيك كريمات للشعر او لي جيل. يعني انا هذه عندي هي المعتمده عندي. اقسم بالله العظيم اخوتي الزغبه ما تبقاش طيح لكم، مجربه مليون في المئه، خصوصا النساء اللي كيكون فيهم فقر الدم، كيطيح لهم الشعر بزاف من التغذيه، من فقر الدم، من الستريس اليومي، من المشاكل، من الاعصاب، من بزاف ديال الحوايج. راه ماشي تقولوا غير حنا اللي كيطيح لنا الشعر، لا، بيبي صغار، يعني اطفال صغار وكيعانيو حتى هما من تساقط الشعر بحالنا حنا الكبار. يعني حنا خصنا نحاربوا هذا المشكل. كيف ما قلت لكم هذه الوصفه سهله وبسيطه بزاف ديال الاخوات عرفتوا، اقسم بالله العظيم، يعني باش نمشي شي مثلا شي عشابه او شي حاجه كنلقى بزاف ديال النساء يعني كيطيح لهم الشعر، يعني كيبغيو شي وصفات، ودوك الوصفات غاليين. هذوك الزيوت اللي كياخذوا والله العظيم عرفتي كياخذوا واحد الزيوت غاين يعني باثمنه غاليه عاليه، باثمنه عاليه باهظه. يعني كنبقى انا نتفاجئ، يعني وصفه سهله بسيطه. اوراق الزيتون، اشجار الزيتون، فين ما مشينا تبارك الله الاشجار الزيتون خيرات الله. غادي ناخذ واحد الوريقات ديال الزيتون، نحيد واحد العريش وغادي نتفنوا غير الوريقات وغادي نغسلهم وغادي نديرهم حتى هما في الوصفه. لهم ظهور كبير في التساقط الشعر، كتلقوا حتى هما كتلقوا واحد المواد ديالهم، يعني خصوصا الاوراق لاخوتي. راه ما عندي ما نقول، يعني انا شعري تبارك الله ما شاء الله، والله الا خلف ليا كما ما كدير الحجاب كون وريتكم الشعر ديالي وتشوفوا يعني النتائج كي دايره وتشوفوا الاختلاف. بالنسبه اخوتي هاد الوصفه هذه يديروها حتى الصغار والكبار ماشي مشكل، او الرجال او الشيوخ، يعني من جميع الفئات يستعملوا هذه الوصفه هذه ماشي مشكل، لانها كتليق لكل شيء وكتليق حتى التونيه اخوتي كيبقى يخلف فيها الشعر. بالنسبه هذه هي الزيت اللي صفيتها كتخرج على هذا الشكل. انا راه الصراحه باش تعرفوني ما كنكذبش عليكم، هي اللي كنستعمل شحال بقى منها، وعاد درت عاوتاني وحده اخرى هي كنتسنى تطلق باش هي نصفيها وما نبقاش بلاش. هذه يا خوتي اللي كندهن لشعري اليومي، وكندهنها يعني كيدهنوا خواتاتي، كيدهنوا يعني اطفالي الصغار، يعني ما عندي حتى شي مشكل كنديرها لهم عادي. خصوصا البنت ديالي كان عندها الشعر خفيف بزاف اقصى درجه،
ومنين داويت لها شعرها بهاد الزيوت والله العظيم اخوتي ما بقى كيضيح وما شاء الله كيخلف. عرفتي كاين ملي كتشوفي الشعر كينوض كتفرحي. بالنسبه اخوتي بغيتو ديروا حتى في الحجبان ديالكم ديروها. كاينين بزاف ديال الاخوات كيعانوا من تساقط الحجبان الشعر، يعني حتى هي دارت تشدوا واحد العود مثلا ديال العود ديال الودنين وشدوا وغطسوا في هذا الزيت هذه وبقاو ديروا مثلا في الحجبان ديالكم كيخلفوا. وصفه سهله بسيطه يعني في متناول الجميع. كنتمنىكم انكم الله تجربوها وما تبخلوش على القناه بشي تعليق محفز القناه وواحد اللايك، وملي تفرجي اختي او خويا على الفيديو او ديالي ضغطي على الجرس باش ان شاء الله ديما فيديوهات يوصلوا لكم. وما تنسوش واحد التعليق محفز القناه. الله يرحم الوالدين الله يسهل عليكم. وكيف ما قلت لكم راه هاد القناه فتحتها جديده غيكونوا فيها حتى هي وصفات يعني عديده، وصفات سهله وصفات مازال غتستافدوا مني وان شاء الله. علاش لا كنستافد منكم وكتستافدوا مني، يعني ماشي مشكل الاستفاده، يعني كنشاركوها بعضياتنا مع الاحباب والخوت. انا كنستافد منكم بزاف ما ننكرش، يعني كنتفرج فيديوهات ما شاء الله عاليين في المستوى كنجربهم انا وكيعطيوني نتائج رائعه. يعني بزاف ديال القنوات كنشكرهم من هذا الفيديو لانهم حتى هما كيديروا مجهودات كثيره جدا حتى هما كيستاهلوا يزيدوا لقدام ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم راه باقي الجديد باقي المفاجآت باقي لي فيديو طوال. الحمد لله انا معاكم. كيف ما قلت لكم حنا ملي كنفتحوا القناه الا كنشاركوا كلشي مع بعضياتنا. الحمد لله والله لكم الحمد عفوا عقبت الهضره بزاف كنزرب ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم اخوتي الزعتر عرفتوا شحال صحي للشعر. الزعتر صحي الزعتر بزاف صحي للشعر. عرفتوا اخوتي راه نعمه الزعتر. انا ما كيخطانيش من الدار، ديما عندي الزعتر، ديما عندي اوراق الزيتون، ديما عندي القرنفل، يعني داكشي انا كنستعمله بزاف. كيف ما قلت لكم اخوتي مازال فيديوهات مازال، يعني المسيره معكم طويله ان شاء الله. غادي تكون هاد القناه كلها فرح كلها فيديوهات كلها يعني افاده غتستافدوا مني ونستافد منكم باش ان شاء الله نزيدوا العلم ونزيدوا ندخلوا ريوسنا شي حوايج ما كناش عارفينهم. كيف ما قلت لكم اخوتي جربوا هاد الوصفه هذه ما غاديش تبقاي تعاني من تساقط الشعر. عيديها من راسك ما غاديش يبقى يطيح لك الشعر نهائيا. الشعر ما شاء الله غادي يخلف وغادي يزيان وما يبقاش يطيح وانتي غادي تفرحي. وما تنسايش بارطاجي فيديو مع الخوت ومع الحباب باش الافاده والاستفاده ان شاء الله توصل الجميع. كيف ما قلت لكم اخوتي هذه هي الوصفه ديالنا. القرنفل ما شاء الله راه طلق. انا في صراحه الفيديو درتو البارح وما مني بغيت نحطو في القناه لقيت مشاكل في التصوير، لقيت مشاكل يعني في الفيديو ما نصورش كامل، يعني مقطع ما عجبنيش وكنت خلطت هذا الشيء وقلت علاش لا يعني نعاود معكم الفيديو تستافدوا منه. وهنا عاودتو يعني ساهل غديروا غير اوراق الزيتون والقرنفل والزعتر. عرفتوا واحد الريحه زكيه، واحد الريحه زوينه بزاف اخوتي. وعرفتوا راه شوفوا ما شاء الله كتصفى. كنشد واحد دره ديال حياتي او مثلا غربال يكون ما كيخرش غادي نصفيوها وغادي نديروها في شي اناء نخاوي. غادي المهم ضروري غادي نعقموا الاناء بالماء سخون، ضروري خوتي يتعقم الاناء عاد نديرو فيه الوصفه ديالنا الزيت. يعني خصنا تكون هادشي كلشي نقي. كيف ما كتعرفوا حنا عندنا الشعر حساس، الجلده حساسه، وجهنا حساس، كلشي حساس. يعني خصنا كيف ما قلت لكم نصفيو ونغسلو مزيان الاناء اللي غادي نديرو فيه الوصفه ديالنا. ومازال ان شاء الله اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي رائع بزاف وغادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. ملي غادي نحط هذا ان شاء الله كنتمنى الله انه هذا الفيديو يعني يدخل القناه وما بقاش معاه ثاني مشاكل كيف ما الفيديو الاخر، باش نديروا ثاني فيديوهات اخرين ان شاء الله نبارطاجيهم معكم اخوتي وحبابي. وكنتمنى من الله هذوك اللي مرضى مساكن من زلازل كنتمنى لهم الشفاء شفاء. واللي ناعسين في السبيطارات كنتمنى لكم اخوتي الشفاء وكنتمنى لكم تنوضوا خلاص
ويا ربي تحد الباس لهذا الشيء اللي كيوقع. ويعني ما عندنا ما نديرو داكشي ديال سيدي ربي الحبيب، ما عندنا الا الدعاء والمغفره، وندعو مع دوك اللي مرضى مساكن، وكنتمناو يعني كنتمناو مثلا المسيره كلها تكون فرح ونجاح، يعني باش ما كتمناو اخوتي. كيف ما قلت لكم جربوا الفيديو رائع جدا، سهل بسيط، ما تبقيش تعاني من تساقط شعر نهائيا. غادي تنساي مشكل تساقط الشعر هو بهذا الفيديو. انا ما بغيتش اخوتي ندير الثومه، علاش؟ لانها كتخنز الشعر، بزاف ديال الاخوات كيشوفوا الفيديو فيه الثومه ما كيبغيوش يستعملوه، حيت كاينين موظفات، كاين مثلا بنات اللي كيقراو، كاين مثلا ما كيبغيوش هذيك رائحه الثومه، كتكون مجهده على النيوف ديالنا، وبنات بنادم يشمها كيقول لك حتى هاد الوصفه بلا ثومه بلا حتى شي حاجه كتعطينا نتيجه مفرحه. النتيجه اللي بغيتو اخوتي. انا نعاود معكم دغيا، حيت غادي نحبس الفيديو. غادي نحتاجو كيف ما قلت لكم كمشه ديال القرنفل في هذا الاناء، غنحتاجو كمشه ديال القرنفل، غادي نحتاج كمشه ديال الزعتر، غادي نحتاج اوراق ديال الزيتون ضروري ومؤكد، حيت كاينين بزاف الاخوات يدخلوا التعاليق يقول لك واش ما عندناش اوراق الزيتون. ماشي مشكل، لا اختي ضروري يكونوا اوراق الزيتون. غادي نحتاج واحد الزعتر ضروري حتى هو راه درتوه هنايا. كتغسلي واحد الاناء بالماء سخون وكتصفيه وكديريه على هذا الاناء وكتبقاي تستعمليه يومي عادي. فيما تبغي تدهني شعرك تستعمليه اناء يومي عادي اخوتي، استعمليه في شعرك، خرجي به كل شيء، يعني ماشي مشكل بلا ما تغسليه، ماشي مشكل. المهم مزيان كيبقى لينا في الفروه الراس، يعني كيعطينا نتائج اكثر. اما ملي كديري الزيت كتمشي تغسليها راه شي ما درتيه، يعني خصها تبقى شويه في شعرك وتبات يومين 3 ايام ماشي مشكل. عاودي غسليه نشفيه مزيان بالسوشوار ودهني ليه عاوتاني الزيت، كيبقى رطب وكيبقى زوين، ورائحه الزعتر كطلع رائحه يعني زوينه بزاف، وكتبقيش تعاني من تساقط الشعر، وما كتبقيش تعاني من الفراغات، خصوصا الناس الكبار اللي كيفوتوا مثلا 50 عام كيزاد الشعر يطيح وكيزيد المشاكل ستريس ديال اليومي. غادي تهنا يا اختي من تساقط الشعر. ومازال غنديروا وصفات فيديوهات كثيره ان شاء الله نبارطاجيها معكم، يعني ديما الجديد، ديما الفيديوهات، ديما الحاجه اللي غادي تفرحكم وبدون مجهود وبدون تكلفه وبدون مال، يعني حوايج ساهلين بساط في منازل ديالنا خوتي وما عارفينش قيمتهم. ان شاء الله غادي تستافدوا مني بزاف ديال الحوايج، وغادي نستافد منكم بزاف ديال الحوايج. وشكرا لكم لهذا الفيديو. وبالنسبه كيف ما قلت لكم غيكونوا شي تساؤلات اختي، ملي يكون شعرك نقي عاد ديري الوصفه وشقي بها شعرك، ماشي تكثري الزيت، غير شويه من فراغات ومن الفرقات صافي، ودهني وصافي عادي، وخرجي به عادي ودوشي عادي. بالنسبه يقول لي واش تستعملها الصغار والكبار وحتى الشيوخ وحتى الرجال وحتى النساء، يعني كلشي يستعمل هذه الوصفه، ما فيها حتى شي مضره للشعر او مضره لوجهكم او مضره للجلد ديالكم، ماشي مشكل، يعني ما فيها شي حاجه خايبه ولا شي حاجه، كلشي ساهل، كلشي يعني عارفينه. يعني كيف ما كتعرفوا الزعتر فيه فوائد كثيره، القرنفل فيه فوائد كثيره، اوراق الزيتون، زيت الزيتون، يعني داكشي طبيعي جدا، ما تخافيش منه وما تخافيش يأذيك. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح لانكم تبعتوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر. شكرا لكم اخوتي بزاف، ما تنساوش تكتبوا التعاليق المحفزه على القناه وحط اللايك الضغط على الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلكم فيديوهات ديالي متنوعه. وشكرا لكم، الى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله.